عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. مكتب النائب محمد القاضي عضو مجلس النواب المصري ومتابعته مع السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي. تم تقديم طلب بخصوص سرعة توصيل الغاز الطبيعي لمركز مدينة البداري، حيث تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي وكافة المرافق الخدمية ولا يوجد عائق لتوصيل الغاز. هذا يأتي في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين في مركز مدينة البداري، حيث أنهم في أمس الحاجة لتوصيل الغاز الطبيعي نظرا للارتفاع الشديد في سعر أنبوبة البوتاجاز وعدم توفرها باستمرار. سبق لي أن تقدمت بطلب إحاطة لمجلس النواب وتمت الموافقة على توصيل الغاز. رد السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية على توفير قطعة أرض لأهالي المنطقة، حيث لا تتوافر بالمنطقة أراضي أملاك دولة تصلح من الناحية الفنية لإنشاء المحطة، وفور الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بقرى ومراكز ساحل سليم سيتم دراسة توصيل مركز البداري ضمن الخطط المستقبلية لوزارة البترول والثروة المعدنية. وأكد النائب محمد القاضي أننا نسعى جاهدين لتوفير كافة المتطلبات والتواصل مع المسؤولين لتحقيق جميع الخدمات. نحن لا نعرف التوقف عن العمل وخدمة الآخرين، بل إننا نجد السعادة في أداء الواجب والالتزام به، كيف وإن كان هذا العمل لأهل دائرتي الكرام والأفاضل. نسأل الله تعالى السداد والتوفيق. بكم هنكمل المشوار. محمد القاضي عضو مجلس النواب، خدمتكم وتمثيلكم شرف لنا. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.